السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله المحاضرة دي هتكون المحاضرة التانية من الوصف الفسيولوجي، وهتكون بتتكلم ان شاء الله عن cell structure and function اللي هو ايه؟ اللي هو تركيب الخلية والوظيفة بتاعتها. تمام، خلينا نبدأ على طول. أول حاجة هنا بيعرف لي، بيقول لي cell structure and function، ايه هو تركيب الخلية. الخلية اللي في جسمنا يعني ايه هو التركيب بتاعها والوظيفة بتاعت كل خلية. طبعا كل خلية في جسمنا بتكون ليها وظيفة مختلفة على حسب العضو ده بيعمل ايه بالظبط. فهنا بيقول لك the human body is made up of 75 to 100 trillion cells. يعني جسم الإنسان الطبيعي بيكون متكون من 75 ل 100 تريليون خلية. تمام، يعني الإنسان الطبيعي جسمه بيكون فيه من 75 ل 100 تريليون خلية يعني. بعد كده the cell consists of a mass of protoplasm surrounded by the cell membrane. يعني بيقول هنا ان الخليه بتتكون من كتله من البروتوبلازم. تمام، بيكون بروتوبلازم ومحاط بغشاء الخليه. يعني ايه؟ يعني الخليه الطبيعيه بتكون عباره عن البروتوبلازم بالحاجات اللي جواه، وكل الحاجات دي محاطه بغشاء خلوي. ماشي، فهنا بيقول لك the protoplasm compresses. يعني ايه؟ يعني البروتوبلازم نفسه بقى دوت بيتكون من ايه؟ المفروض ان الطبيعي ان الخليه عباره عن بروتوبلازم وفوقيه غشاء خلوي. جوه بقى البروتوبلازم ده بيكون موجود ثلاث حاجات. اول حاجه هنا ذا سيتوبلازم. السيتوبلازم ماشي اللي هو السيتوبلازم بتاع الخليه العادي يعني. ذا سيل اورجانيلز، يعني ايه؟ يعني العضيات بتاعه الخليه، عضيات الخليه بالعربي كده يعني. وتالت حاجه النيوكليوس. يعني البروتوبلازم ده بيكون جواه السيتوبلازم وعضيات الخليه والنواه. بس كده. ويبقى كده لو دخلنا على التكوين بتاع الخلية نفسها هنلاقي هنا إن في غشاء خلوي ماشي، وجوه في بروتوبلازم. البروتوبلازم بيتكون من العضيات بتاعة الخلية والنواة وال السيتوبلازم. بعد كده ناخد الايه، كل عضية او عضي، كل جزء من الخلية ووظيفته ايه. اول حاجه هنا بيقول لك النيوكليوس اللي هي النواه. النواه وظيفتها هي طبعا كلنا عارفين ان النواه هي اللي بتخزن الدي ان ايه. الدي ان ايه اللي في جسمنا كله بيبقى عباره عن دي ان ايه داخل النواه بتاعه الخليه. ماشي. بعد كده الميتوكوندريا. ماشي، الميتوكوندريا ديت وظيفتها هي طبعا الميتوكوندريا ديت هي اللي بتنتج الطاقه في الخليه. ماشي، بعد كده يعني الطاقه والاي تي بي وكل الحاجات ديت بتنتج بداخل الميتوكوندريا. بعد كده سموث اندوبلازميك ريتيكوليوم اللي هي الشبكة الاندوبلازمية الناعمة. اسمها الشبكة الاندوبلازمية الناعمة عادي. وفي واحدة ثانية بتكون الشبكة الاندوبلازمية الخشنة. وظيفتهم الاثنين دولت ايه بقى؟ أول حاجة الشبكة الاندوبلازمية الناعمة ديت بتكون عبارة عن ليبيد برودكشن اللي هي بتنتج الدهون. يبقى الدهون اللي بيتم إنتاجها داخل الخلايا بتتم عن طريق الشبكة الاندوبلازمية الخشنة. معلش الناعمة. ماشي. بعد كده هي برضو بتشتغل على حاجة تانية اللي هي ديتوكسيفيكيشن. ديتوكسيفيكيشن يعني بتزيل السمية بتاعت بعض المواد. ماشي، يبقى لو في مادة سامة دخلت الخلية، الحاجة اللي بتشيل السمية بتاعتها هي الشبكة الاندوبلازمية الناعمة، وفي نفس الوقت بتشيل هي اللي بتصنع الليبيد أو الدهون. بعد كده راف اندوبلازميك ريتيكوليوم دي هي عبارة عن الشبكة الاندوبلازمية الخشنة، وده وظيفتها إنتاج البروتين على شكل جزيئات علشان يخرج خصيصا من الخلية يعني. بعد كده جيولوجي ابيرتوس. يعني ايه؟ يعني جسم جيولوجي ده وظيفته ايه؟ بيقول لك ان هو بروتين موديفيكيشن اند اكسبورت، يعني بيقوم بالتعديل على البروتين وبيخرجه. تمام. بعد كده بيروكسيوم بريكسوسوم. احنا عندنا في اسمين شبه بعض هنا، البريكسوسوم والليسيسوم. ايه وظيفة كل واحد فيهم؟ المفروض البريكسوسوم ده بيقول لك ليبيد ديستراكشن. يعني ايه؟ يعني هو بيكسر الليبيد. تمام، او بيحللها. ماشي. كونتين اوكسيديتيف انزيمز. يعني ايه؟ يعني في انزيمات مؤكسده وهي اللي بتقوم بتحليل الليبيد. تمام. بعد كده الليسيسومز. ايه الليسيسوم بقى بيعمل ايه؟ بيقول لك ان هو بروتين ديستراكشن. يعني البروكسيسوم بيقوم بتحليل الليبيد او الدهون، والليسيسوم بيقوم بتحليل البروتين. بس كده. بعد كده body defense mechanism against injury. يعني ايه؟ ايه هي بقى الميكانيزم اللي بيشتغل؟ ايه هو الميكانيزم اللي بيشتغل بيه الجسم عشان يدافع ضد الجرح؟ طبعا لما انسان بيحصل له انجري او جرح يعني، طبعا في ميكروبات وبكتيريا وحاجات قد كده بتكون
اللي هو ملوثات يعني بتدخل الجرح. فالجسم ازاي بيدافع عن نفسه ضد حاجة زي كده أو ملوث خارجي أو جسم غريب داخل الجسم. فهنا بيقول لك the body has defense mechanisms to protect itself against injury and infection. يعني بيقول لك إن الجسم بيحتوي على تكنيكس يعني أو تكنيكات بيستخدمها علشان يحمي نفسه ضد أي جرح أو عدوى. ماشي، طبعا إحنا عارفين إن الجرح بيصاحبه العدوى. فهنا بيقول لك inflammatory response أول عنده طريقتين. ماشي، الطريقة الأولى inflammatory response في الدفاع، يعني عنده طريقتين في الدفاع. الطريقة الأولى الانفلاماتوري ريسبونس دوت اللي هو الاستجابة بالتورم. ماشي، وتاني حاجة عندنا immune system اللي هو الاستجابة أو النظام المناعي. يعني هناخدهم واحدة واحدة بالتفصيل قدام. يعني نيجي هنا inflammatory response، هناخد أول حاجة عندنا inflammatory response أو الاستجابة بالانفلاميشن أو الالتهاب. inflammatory response، ايه هو الانفلاماتوري ريسبونس؟ طبعا احنا عارفين ان الانفلاميشن او الالتهاب هو عباره عن ايه. بعد ما اي حد بيتعور عادي بيظهر الجرح بينتفخ كده او بيحصل له تغيرات يعني في التركيب بتاعه، والتغيرات دي بتكون زي ايه، اللي هو بتكون عباره عن تورم. ماشي، التورم ده بقى بيقولك ان هو عباره عن ايه. inflammation is a biochemical، بيقولك ان التورم ده هو شيء حيوي. ماشي، structural structure يعني بيكون مبني، بيكون ليه شكل معين يعني. and cellular non specific protective process، عمليه حمايه غير متخصصه. غير متخصصه يعني ايه؟ يعني الجسم بيكون فيه نوعين من الحماية، السبيسيفيك أو ونون سبيسيفيك. سبيسيفيك اللي هي بتكون مناعة غير مختصة، اللي هي بتحمي الجسم ضد أي حاجة، سواء كان بقى بكتيريا أو فيروس أو أيا كان أو حتى فانجاي، أيا كان الشيء الغريب ده بتحمي الجسم ضده. أما لو كانت سبيسيفيك يبقى متخصصة. المتخصصة بقى دي بتحمي الجسم عن طريق ان هي بتكون وسائل دفاع لشيء معين، سواء كان بقى بكتيريا بتكون له نظم معينة او اجسام مضادة معينة، او كان فيروس فبتستخدم له برضه مناعة تانية متخصصة. تمام، احنا هنا بندرس المناعة غير المتخصصة او المناعة اللي بيستخدمها الجسم عشان يدافع عن نفسه ضد اي ميكروب او اي فيروس او اي فنجاي. ماشي، فهنا process occurring locally in vascularized tissue. يعني ايه؟ ولكن هنا العملية دي بتحصل أو عملية الانفلاميشن أو عملية التورم بتحصل لوكالي، يعني في مكان الجرح. ماشي، في المكان نفسه المصاب. ماشي، في فين؟ في الفاسكولارايزد تيشوز أو في الأنسجة الوعائية اللي بتكون فيها أوعية دموية يعني. ماشي، بيقولك هنا it neutralize the inflammatory agent، بيقولك إن هي بتحفز عوامل الانفلاميشن او عوامل التورم، و removes necrotic materials، وبتزيل المواد الميتة. يعني طبعا المواد النيكروتيك ماتيريالز دي اللي هي زي مثلا الجلد الميت حوالين الجرح او ايا كان بقى مادة غير حية موجودة في الجرح. ماشي، and prepare an environment suitable for healing، وكمان بتعد البيئة حوالين الجرح انها تكون جاهزة للتعافي. ماشي، the intensity of the response depend on the extent and severity of injury. يعني ايه؟ بيقولك ان قوة الاستجابة المناعية بتعتمد على الاستجابة بالتورم دي بتعتمد على قوة الجرح طبعا او شدة الجرح. كل ما كان الإصابة شديدة كل ما كان الاستجابة شديدة. ماشي، and on the reactive capacity of the injured person، وكمان بناء على الاستجابة بتاعة جسم الإنسان ده المصاب. ماشي، يبقى كده الاستجابة المناعية بتعتمد على شدة الإصابة وعلى استجابة جسم الشخص المصاب. تمام، وبعد كده هنا بيقول لك نوت ملاحظة inflammation is always present with infection. بيقول لك إن دايما الانفلاميشن أو التورم بيكون دايما موجود مع العدوى. ط- طالما إن في عدوى يبقى أكيد في تورم. ماشي، but infection is not always present with inflammation، ولكن مش كل تورم بيحصل في الجسم بيكون معاه عدوى. طبيعي يبقى أي عدوى بتحصل في الجسم بيصاحبها inflammation أو تورم، ولكن مش كل inflammation أو مش كل تورم في الجسم بيكون مصاحبه عدوى يعني. بعد كده an infection. ايه هو الانفكشن؟ الانفكشن دي اللي هي بمعناها العربي يعني العدوى. فبيقول لك هنا تعريف الانفكشن او تعريف العدوى ان involves invasion of tissues or cells by microorganisms. يعني ايه؟ هي غزو
الأنسجة أو الخلايا عن طريق المايكرو أورجانيزم اللي هو الكائنات الميكروبية الدقيقة، ماشي، such as بكتيريا، زي إيه؟ زي البكتيريا، سواء كان بقى العدوى دي سواء كانت عن طريق البكتيريا أو الفنجاي، ماشي، أو الفيروس. بعد كده الانفلاميشن. بعد كده نيجي هنا الانفلاميشن، ماشي، هو دي المفروض ان هي كمقارنه يعني ما بين انفكشن وانفلاميشن، العدوى والتورم. فهنا بيقول لك التورم قد يتم تسبيبه عن طريق عوامل برضو non living agents، اللي هو ايه، ممكن يتم تحفيز التورم، ممكن يعني عوامل غير حية هي اللي تسبب التورم، زي ايه؟ زي الحرارة، ماشي، الحرارة طبعا بتسبب تورم لو حد اتلسع مثلا او حاجة زي كده، او اتحرق علشان بس الوافدين. راديشن، الاشعاع برضو بيسبب تورم. التروما ده اللي هو الورم السرطاني. وبعد كده and allergens، allergens اللي هي الحساسية، مسببات الحساسية يعني. The inflammatory response can be divided into، بيقولك إن الاستجابة بالتورم ممكن يتم تقسيمها لثلاث حاجات: vascular response وcellular response وhealing، ماشي. الفاسكولار ريسبونس اللي هو الاستجابة الوعائية، ودي بتكون استجابة مناعية الجسم بيستخدمها عشان يدافع عن الجسم عن طريق الأوعية الدموية، ماشي. والcellular ريسبونس هو استجابة مناعية برضو الجسم بيستخدمها عشان يدافع عن الجسم عن طريق الاستجابة الخلوية، ماشي، الخلايا هي اللي بتستجيب يعني. وبيقول لك ان كل من الاثنين دولت بص aim to remove the trigger and to remove dead tissues، يعني الاثنين دولت بيهدفوا لان هم يشيلوا المؤثر والانسجه الميته، ماشي. وبعد كده الهيلينج هناخدهم بقى واحده واحده. الفاسكولار ريسبونس اول حاجه هنا عندنا اهوت، ماشي. اول حاجه الفاسكولار ريسبونس ده بيحصل ازاي، او الجسم بيدافع ازاي ضد الامراض والبكتيريا عن طريق الاوعيه الدمويه. بقول لك افتر سيل انجري، بعد ما الخليه بتنجرح او بتتعور او بتصاب، arteries in the area undergo transit، يعني ايه؟ بقول لك هنا ان الاوعيه الدمويه يعني بتستجيب عن طريق الفي سي دوت، ماشي. بقول لك after release of histamine and other chemical by injured cell the vessels dilate high، وبتسبب hyperemia raise filtration pressure، يعني ايه؟ يعني بقولك بمجرد ما الخلية بتاعة جسمنا بتصاب أو بتتعور أو أيا كان بقى يعني السبب اللي بيخليها تتأذي دوت، بيقولك ساعتها أول ما المكان ده بيصاب في هرمون أو في محفز، يعني في مادة اسمها الهستامين، دي مادة كيميائية بيتم فرزها، ماشي. والمادة ديت بتعمل ايه؟ بتيجي على الخلايا او الاوعية الدموية اللي عند الجرح، وبتقوم بتوسيع الوعاء الدموي، ماشي. فالوعاء الدموي بدل ما بيكون زي كده بحجمه الطبيعي، لا، بمجرد ما الهستامين ده ما بيزيد الوعاء بيبدأ يتمدد، ماشي. بعد ما بيتمدد الوعاء بيسبب لك هايبريميا. هايبريميا دي يعني ايه؟ الترشح بتاع الدم بيزيد، ماشي. وريز فلتريشن بريشر، وبيزود الضغط بتاع الفلتر، يعني ايه؟ يعني السوائل اللي بتكون جوه الوعاء الدموي نفسه من كتر ما الوعاء بيتضخم بتخرج بره، ماشي. بقى بيقول لك هنا في دي اند كيميكال ميدياتورز كاوز اندوثيليال سيل ريتراكشن، يعني ايه؟ بقول لك هنا ان الفي دي ماده، والكيميكال ميدياتورز والمواد التانية الكيميائية ديت، الوسائط الكيميائية يعني، بتسبب اندوثيليال سيل ريتراكشن، يعني ايه؟ بتسبب انكماش في الخلايا في الجزء اللي بيبطن الوعاء الدموي، تمام. فبينكمش وبيكون رفيع خالص، ماشي، علشان يسهل برضه عملية خروج السوائل، ماشي. فده بيعمل لك ايه؟ بيقول لك increase capillary permeability، يعني بيزود لك النفاذية بتاعة الشعيرات الدموية، تمام. فالنفاذية لما بتزيد بتعرف تخرج السوائل والحاجات المهمة اللي المفروض نخرجها عشان تساعد على التئام الجرح ده، ماشي، أو على إن هي تقضي على الانفكشن اللي موجود في الجرح. بيقول لك movement of fluids from capillaries into tissues space in facilitated. فبيقول لك هنا movement of fluid from capillaries into tissue space is facilitated، يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان لما الحكايه دي بتحصل لما البي دي والوسائط الكيميائيه ديت بتخرج على الوعاء الدموي، بيحصل له ايه؟ industrial cell retraction، يعني بيسبب انضغاط في الخلايا الطلائيه للوعاء، ماشي، او الخلايا اللي موجوده على جدران الوعاء يعني. ودوت بيسبب طبعا القدره على النفاذيه بتاعه الوعاء، فيقدر يخرج مواد اكتر، ماشي. فيقول لك ان حركه السوائل حركه السوائل من الشعيرات الدمويه
لخارج الشعيرات الدمويه. لما بتخرج من خارج الشعيرات الدمويه بتروح للتيشو سبيس، اللي هو الفراغ اللي حوالين الانسجه، ماشي. فدوت بيتم تسهيله عن طريق البي دي والميدياتورز الكيميائيه ديت، ماشي. بعد كده this fluid is initially serous fluid. يعني ايه؟ بيقول لك ان السوائل اللي بتخرج من الوعاء ديت في البدايه بتكون عباره عن سوائل مصليه، مجرد سوائل مصليه يعني. ولكن بعدين later it becomes inflammatory exudate that contains plasma protein. يعني بعد كده بتبقى هي مولدات. هي في الاول بتخرج من الوعاء كسوائل مصليه بس، ماشي. ولكن بعد كده هي بتستخدم او بتشتغل كمولدات للانفلاميشن او مولدات للتورم دوت، ماشي. فالتورم ده المفروض انه حاجه حلوه، ما هيش وحشه زي ما احنا فاكرين، هو حاجه كويسه، آلية من آليات دفاع الجسم عن نفسه ضد البكتيريا والفيروسات والفنجاي، ماشي. These proteins exert con, uh, these proteins exert anesthetic pressure that draws more fluid from blood vessels. بيقول لك ان البروتين او البلازما بروتين اللي بيتم اخراجها ديت بتبدا بتزود الضغط بتاع السوائل، ماشي. فبنقدر نستخرج سوائل اكتر من الاوعيه الدمويه. tissues become edematous. يعني ايه؟ بيقول لك هنا ان الانسجه بعد ما الحكايه دي بتحصل، بعد ما بنخرج السوائل من الاوعيه الدمويه وبتروح للانسجه، يعني اللي بين للفراغ اللي بين الانسجه، بيقول لك ان tissues become edematous. يعني edematous، اتمنى اكون بقولها صح. edematous ديت اتمنى اكون بقولها صح. بيقول لك ان الانسجه tissues become edematous، يعني الأنسجة بتصبح فيها، عارف انت، فيها ورم كده بسيط عن طريق السوائل اللي هم بيسموها وزمة أو إديمة. بعد كده cellular response، الاستجابة بقى للخلوية. احنا قلنا إن الاستجابة نوعين، يا إما تكون vascular response أو الاستجابة زي ما بنقول هنا الاستجابة عن طريق الأوعية الدموية، إما هتكون cellular response. قلنا الاستجابة عن طريق الأوعية الدموية دي اللي هي عبارة عن الأوعية بتخرج السوائل والبلازما بروتين اللي فيها علشان تسبب تورم، ماشي، وتخرج السوائل اللي داخل الجسم. أما السيلولار معلش، وتخرج السوائل اللي داخل الأوعية الدموية. أما السيلولار ريسبونس هنا بتكون استجابة عن طريق الخلايا مش عن طريق الأوعية الدموية بقى. بيقول لك it is characterized by extravasation of leukocytes followed by phagocytes. يعني ايه؟ بيقول لك ان الاستجابه الخلويه دي بتكون عن طريق الخلايا، ماشي، الخلايا المناعيه. فهنا بيقول لك it is characterized by extravasation of leukocytes. يعني ايه؟ بيقول لك ان هي بتتميز، النوع ده من الاستجابه المناعيه بيتميز بخروج او زياده كميه خلايا الدم البيضاء، تمام. عشان كده هي استجابه خلويه، على انها بتكون استجابه عن طريق خلايا الدم البيضاء، والتي بيتبعها فاجوسايتوزيس اللي هي بيتبعها عمليات البلعمة. عمليات البلعمة ديت اللي هو الخلايا البلعمية بتروح للمكان المصاب وبتبلع البكتيريا، وطبعا بتحلل البكتيريا دي جواها وبيكون انتهى الموضوع يعني. بعد كده extravision involves the following sequence of events. يعني ايه؟ يعني الاكستروفيجن دي اللي هو عملية زيادة كرات الدم البيضاء بطريقة جامدة أوي، ماشي. بيقول لك إن هي بتكون أو بتتسم يعني بالأحداث التالية أو بتصاحب الأحداث التالية. أول حدث margination اللي هو معناها إيه؟ بيقول لك adherence of leukocytes to the endothelial cell lining. يعني إيه؟ adherence دي يعني التصاق، ماشي. دي معناها ايه؟ معناها ان اول ما الاستجابه المناعيه دي بتشتغل بتحصل عمليه مارجينيشن. عمليه المارجينيشن دي عباره عن التصاق الخلايا المناعيه، يعني او خلايا الدم البيضاء، التصاقها في الجدار بتاع الوعاء، ماشي. فبيتم التصاق كرات الدم البيضاء ديت في الاندوثيليال سيلز او في الخلايا الطلائيه للوعاء، ماشي، او الخلايا اللي بتبطن الوعاء يعني. بعد كده العمليه الثانيه، يعني اول عمليه التصاق زي ما احنا شايفين كده، الوعاء هنا دي الخلايا الطلائيه بتاعته، ماشي. فالخلايا او الخلايا الباطنيه بتاعته، فاول ما الاستجابه الخلويه دي بالخلايا بخلايا الدم البيضاء يعني بتبدا خلايا الدم البيضاء تلتصق على جدار الوعاء من هنا، ماشي. بعد كده تاني حاجة ديت عندنا هي transmigration. transmigration دي عبارة عن ايه؟ بيقولك movement of leukocytes by extending pseudopodia. ماشي، pseudopodia دي معناها أرجل زائفة، ماشي. يعني ايه؟ بيقولك هنا
العملية دي معناها إن كرات الدم البيضاء أو الخلايا المناعية ديت بيخرج لها أرجل زائفة. ماشي، الأرجل الزائفة ديت بتكون هي اللي بتساعدها يعني على الحركة. ماشي، يعني بتتحرك، هي كرات الدم البيضاء دي بتتحرك عن طريق أرجل زائفة. ماشي، through the vascular wall، بتتحرك يعني خلال الجدار بتاع الوعاء الدموي by a process called diapodis. يعني إيه؟ يعني العملية بتاعة خروج أرجل زائفة لكرات الدم البيضاء دي وتحركها على جدار الوعاء، العملية كلها اسمها diapodis. ماشي، this caps form small venous. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان هي بعد كده بتخرج عن طريق الأوعية الدقيقة. ماشي، ويعني ايه؟ يعني بعد كده خلايا الدم البيضاء دي بعد ما بتلتصق في الوعاء، ماشي، وبيخرج لها أرجل زائفة وبتتحرك بيها، بعد كده بتخرج عن طريق small venous ديت وفينالز اند كابيلاريز. يعني بتخرج عن طريق الأوعية، عن طريق الشعيرات الدموية والأوردة. تمام. بعد كده كيماتوكسيس. ايه هي الكيماتوكسيس دي بقى؟ بيقول لك undirection undirection unidirectional leukocytes attraction within tissues space guided by the presence of bacteria and cellular debris. يعني ايه؟ احنا طبعا عارفين ان العمليه الاولى عندنا كانت عباره عن التصاق خلايا الدم البيضاء على جدران الوعاء. ماشي، تاني حاجه كانت خروج ارجل زائفه او الترانسميجريشن. دي كانت عباره عن خروج ارجل زائفه لخلايا الدم البيضاء دي وتحركها وخروجها بقى من المسامات بتاعه الوعاء والشعيرات الدمويه. تالت حاجة عندنا اللي هي الكيموتاكسيس ديت، أو العملية التالتة دي بتكون عبارة عن خلايا الدم البيضاء بعد ما بتخرج من الوعاء. بعد كده المفروض إن هي الخلايا بتاعة الحماية. ماشي، أو إن هي الجيش اللي بيحمي الجسم من المواد البكتيرية. فالمفروض إن هي خرجت من مكان أو من وعاء بعيد جدا عن الجرح. ماشي، طب هتروح له ازاي؟ بتروح له عن طريق undirectional leukocytes attraction. يعني عملية جذب غير مباشرة لكرات الدم البيضاء عن طريق بتمشي يعني عن طريق الفراغات اللي هي موجودة بين الأنسجة، واللي بيتم إرشادها عن طريق وجود البكتيريا والسيلولار ديبرايس. يعني ايه؟ يعني هو الشيء اللي بيجذبها البكتيريا او المكان اللي بيكون فيه الخلايا المتدمرة دي. ماشي، بعد كده هنا في النقطة دي بيقول لك once the cell has reached to the site. أول ما الخلية بتوصل، أو أول ما الخلايا المناعية بتوصل للمكان اللي هي مستهدفاه، أو مكان الجرح يعني، in interstitial tissues phagocytis starts. يعني إيه phagocytis starts؟ يعني بمجرد ما الخلايا المناعية أو خلايا كرات الدم البيضاء دي توصل لمكان الجرح بتبدأ عملية الفاجوسيتوزيس. عملية الفاجوسيتوزيس دي أو عملية البلعمة ديت العملية اللي بتتم فيها كرات الدم البيضاء البلعمية بتقوم بابتلاع البكتيريا. تمام، عشان تقلل طبعا من البكتيريا الموجودة في المكان ده. وطبعا ده كان المفروض ان هو فيديو الاكسترا فيجن بتاعت كرات الدم البيضاء يعني، بس مش شغال. بعد كده في السلايد ديت phagocytosis involves three distinct but interrelated steps. يعني ايه phagocytosis؟ دي اللي هي عملية البلعمة او عملية ابتلاع كرات الدم البلعمية للبكتيريا. ماشي، بيقول لك ان هي بتتضمن ثلاث حاجات منفصلة يعني، ولكن خطوات متتالية. ماشي، أو مرتبطين ببعض، يعني 3 خطوات ولكن مرتبطين ببعض. فأول خطوة هنا recognition and attachment. recognition and attachment اللي هي إيه؟ المفروض كرة الدم البيضاء أو كرة الدم البلعمية بمجرد ما بتوصل لمكان الجرح طبعا المفروض إن هي تكتشف البكتيريا. فالعملية الأولى دي هي عملية اكتشاف البكتيريا والالتصاق بيها. ماشي، يقول لك of the particle to be ingested by the leukocytes. يعني العملية الأولى دي هي عملية اكتشاف كرات الدم البيضاء أو كرات الدم البلعمية للبكتيريا والالتصاق بيها. ماشي، بعد كده phagocytosis is enhanced if the material to be phagocyted is coated with opsonins. يعني إيه؟
يعني أو بمجرد ما بيتم اكتشاف البكتيريا عن طريق كرات الدم البيضاء أو كرات الدم البلعمية، بتلتصق بيها ماشي، وبعد كده بتتم عملية ابتلاعها. ولكن عملية الابتلاع دي بتكون أسهل بكتير لو كانت البكتيريا ديت مغطاة بالأوبسوناينز ديت، أو بص زي كده مثلا. البكتيريا المفروض بتكون فوقيها حاجات زي كده، اللي هي الأسهم اللي طالعة دي، بس هي دي ريسبتورز. فبمجرد ما كرات الدم البيضاء بتلتصق بيها بتبتلع على طول، والعملية بتكون أسهل. يعني العملية بتكون أسهل لو الخلايا موجود فيها الجزيئات ديت يعني. بعد كده آخر حاجة عندنا في المحاضرة دي اللي هي immune system أو الاميون response، اللي هو النظام المناعي. طبعا احنا زي ما عارفين، زي ما قلنا في الأول خالص، إن الجسم بيحمي نفسه بطريقتين: إما طريقة ال inflammatory response أو الاميون system. inflammatory response وده اللي احنا كنا بنشرحه من ورا، وهو إن هو قلنا إنه مناعة غير متخصصة، يعني ما هيش بتختص بنوع معين من البكتيريا ولكن بتقضي على كله ماشي. قلنا إن هي بتشتغل عن طريق إن الأوعية الدموية بتخرج السوائل اللي فيها، فبيحصل ساعتها تورم في المكان بتاع الجرح ده، وفي نفس الوقت بتخرج الخلايا البلعمية وبتبتلع البكتيريا ماشي. دي كانت أول نوع. تاني نوع عندنا بقى الإميون سيستم أو الاستجابة أو النظام المناعي ماشي. النظام المناعي ده بقى بيقول لك إيه: immunity is the ability of the human body to resist microorganisms or toxins that tend to damage the tissues. يعني إيه؟ يعني بيقول لك إن المناعة هي قدرة الجسم أو قدرة الجسم البشري إنها تقاوم المايكرو أورجانيزمز أو المواد الحية الدقيقة، أو السموم اللي بتميل أو بتهدف لتدمير الأنسجة ماشي. تاني بقولك the immune defense of the body are subdivided into. المناعة بقى بتاعت الجسم بتنقسم للحاجتين التالتين ماشي. أول حاجة non specific or innate immunity. بص، المفروض إن هنا بيقولك الاستجابة المناعية للجسم آه الاستجابة المناعية للجسم بتتقسم لنوعين. النوع الأول دوت النون سبيسيفيك أو المناعة غير المتخصصة. زي ما قلنا، مناعة غير متخصصة معناها إنها مش متخصصة بنوع معين من العدوى، ولكن أي عدوى أو أي حاجة بتشكل خطر على الجسم هي بتهاجمها على طول ماشي. أما النوع التاني سبيسيفيك أور acquired immunity، هي المناعة المتخصصة. دي بتكون متخصصة يعني إيه؟ يعني كل جزء منها بيكون مختص بشيء معين، سواء كان بقى بكتيريا، فيروس، أو كمان في بعض أو في أجزاء منها بتكون متخصصة في نوع معين بس من البكتيريا، مش كل البكتيريا كمان، أو في نوع معين بس من الفيروس ماشي. وبرضه حاجة كمان بيقولك النون سبيسيفيك ديت أو المناعة غير المتخصصة دي بتكون مناعة النيت. يعني إيه؟ يعني مناعة داخلية، دي بتكون موجودة مع الإنسان بيتولد بيها ماشي. أما السبيسيفيك أو الأكوايرد ديت بتكون مناعة متخصصة بيكتسبها الإنسان مع التقدم في العمر. يعني كل ما يعني على سبيل المثال خالص، لو حد جاله فيروس معين زي السل مثلا، لو جاله مرض زي السل وخف منه، ما بيصابش بيه تاني. ليه؟ لأن هو بيكون اكتسب مناعة منه، فهي ديت المناعة المكتسبة أو المناعة اللي بيكتسبها الإنسان خلال حياته. أما المناعة الغير المتخصصة دي فدي بتتولد معاه عادي. بعد كده نون سبيسيفيك اور انيت immunity. يعني خدهم واحدة واحدة بقى، اللي هو إيه المتخصصة الأول وبعد كده الغير متخصصة. نون سبيسيفيك اور انيت immunity دي أو المناعة الغير المتخصصة، ناخدها هي أول حاجة. فبيقول لك إيه هو التعريف بتاعها: this is a rapid defense mechanism. يعني إيه؟ هو تكنيك سريع للحماية ماشي. as it doesn't need a special recognition of the foreign body but acts directly against any foreign or abnormal cell. يعني إيه؟ بيقول لك إن هي سريعة جدا لأن هي ما بتشتغلش على ما بتستناش ان هي تكتشف شيء جسم معين او جسم غريب معين، ولكن هي اي جسم معين اي جسم غريب بتكتشفه بتشتغل عليه على طول وبتهاجمه ماشي.
فبقول لك it is innate because it doesn't depend on previous exposure to a particular organism. زي ما قلت لك ان هي ايه، بتكون مناعة داخلية لان هي ما بتعتمدش على اصابة قبل كده بالفيروس. قلنا المتخصصة او المناعة المتخصصة بتعتمد على ان الجسم دخله الفيروس ده قبل كده وهو حاربه، او دخله البكتيريا دي قبل كده وهو حاربها، فبقى خلاص عنده ذكرى ان خلاص احنا بنعرف نقتل ديت، بنستجيب على اساس الاصابة اللي هي قبل كده. ولكن في الاستجابة غير المتخصصة دي بتكون ما بتعتمدش خالص على ان الجسم ده اتعرض قبل كده للعدوى دي او لا. اول حاجة عندنا هنا الميكانيكال اند كيميكال بارز او الحواجز الكيميائية والميكانيكية. ماشي، زي ايه؟ حواجز ميكانيكية قصده بيها هي الحاجات اللي الجسم بيدافع بيها عن نفسه ضد اي بكتيريا عن طريق الحواجز الميكانيكيه ديت، او الحاجات اللي هي زي الجلد مثلا. ماشي، فهنا بيقول لك the epithelium that covers the skin، اللي هو زي الابيثيليوم دي اللي هي بتحيط الجلد، and lines that gastrointestinal genitourinary and respiratory tract. فهنا بيقول لك ان، بص من الاخر، المفروض ان الجسم بيحمي نفسه، تمام؟ الحماية بقى ديت احنا قلنا هنا ان احنا بناخد اول نوع من الحماية اللي هو الحماية اللي بتكون موجودة مع الانسان. فخلينا اقول لك انه اول حاجة عندنا هنا هو قصده على ك ك كدفاع ميكانيكي يعني، او كدفاع ميكانيكي موجود في الجسم اللي هو قصده بيه الجلد. ماشي، فطبعا الجلد لو فيه بكتيريا جت عليه ما بتدخلش على طول الدم، هو الجلد بيحمي الجسم من ان اي حاجة غريبة تخش. ماشي، فهو دوت اللي قصده بيه بالحاجز الميكانيكي. ماشي، بعد كده احنا قلنا عن الاسكان ديت، وبعد كده جاسترو انتستينال دي بقى معناها ايه؟ معناها ان هو قصده هنا، او قصده بيها يعني، قصده الكيميكال باريرز او الحواجز الكيميائيه. ايه هي الحواجز الكيميائيه اللي بتعيق دخول البكتيريا لجسمنا؟ يعني مثلا احنا بناكل اكل مليان بكتيريا، ماشي، اكيد مفيش اكل من اللي احنا بناكله بيخلو من البكتيريا، لان البكتيريا موجوده في كل حاجه حوالينا. فازاي بقى البكتيريا دي ما بتأذيش الجسم؟ بتكون عن طريق الكيميكال باريرز ديت، او الحواجز الكيميائيه اللي هي بتكون عباره عن ايه؟ عن مثلا الحمض بتاع المعده. احنا عارفين ان المعده بتكون فيها حمض ال HCl، فحمض ال HCl ده اول ما بتنزل فيه بكتيريا بتتدمر. معظم البكتيريا اللي بتنزل فيه يعني بتتدمر بسبب الحمضيه بتاعته. فبعد كده الجنتو يورينري برضو بيكون المجرى، الاجزاء بقى، الأجزاء يعني اللي هي بتاعة اليورين دي برضو بتكون فيها حواجز كيميائية. and respiratory tract، برضو respiratory tract بيكون فيه حاجة زي respiratory tract ده في الأول كده اللي هو يعني مجرى الهواء، اللي هو مجرى التنفس. مجرى التنفس ده المفروض إن احنا برضو بنشم بكتيريا وحاجات قد كده طول النهار، أو حتى تراب بيدخل عن طريق الأنف. فإزاي الجسم بيدافع عن نفسه عن طريق الريسبيراتوري تراكت؟ ده بيكون مبطن، او القصبة الهوائية نفسها بتكون مبطنة بطبقة من بطبقة من اللعاب. ماشي، الطبقة ديت، او مش فاكر الصراحة اسمه ايه بالظبط، بتكون مبطنة بطبقة من المخاط. ماشي، المخاط ده أول ما بيجي عليه التراب أو البكتيريا بيلزق فيه، وبعد كده بيخرج عن طريق بلغم أو حاجة زي كده. بعد كده mucous secretion is respiratory tract، أو هنا بقى بيقول لك إيه؟ هنا بيقول لك نفس الحكاية. mucous secretion is the respiratory tract which traps dust particles and pathogenic organism. يعني بيقول لك هنا إن الغشاء الميكوزا دوت اللي موجود في المجرى التنفسي ده بيعيق دخول التراب او البكتيريا او حتى الاورجانيزمز اللي هي الكائنات الدقيقه. بعد كده اسيد سكريشن باي ستومك، هنا برضو نفس الحكايه اهو. الحمض اللي بيتم انتاجه عن طريق المعده بيحمي الجسم من اي بكتيريا بتنزل فيه بتتدمر على طول. بعد كده هنا بيقول لك آه تاني حاجه في النون سبيسيفيك سيلولار ديفense ميكانيزم، اللي هو ايه؟ آه الاستجابة المناعية غير المتخصصة عن طريق الخلايا. طبعا عن طريق الخلايا ديت زي ما قلنا عن طريق الفاجز اللي هي الخلايا البلعمية اللي هي بتبتلع البكتيريا. فأنا بقول لك ميكروفاجز، الخلايا البلعمية الصغيرة ديت عبارة عن نيتروفيلز اند ايوسيفيلز. ماشي، والماكروفاجز دي خلايا بلعمية كبيرة بتكون عبارة عن مونوسايتس اند تيشوز
ماكروفاجز. ماشي. بعد كده بقول لك بص اكت باي فاجوسايتوزز، يعني ايه؟ يعني الاثنين دولت بيشتغلوا عن طريق عمليات الابتلاع. ماشي. زي also produce a variety of proteins، برضه هم بينتجوا مجموعة مختلفة من البروتينات ذات participate in the regulation of immunity، اللي بيشاركوا في تنظيم المناعة. ماشي. بعد كده تالت حاجة عندنا ديت ال non specific humoral mechanisms، ده عبارة عن ايه؟ بيقولك this are certain factors present in blood، بيقولك ان هي عوامل معينة بتكون موجودة في الدم that attach to foreign organism، اللي هي بترتبط بأي جسم، أي جسم يكون موجود في الدم غريب بتروح مرتبطة بيه، أو مكان مش لازم يكون جسم، ممكن يكون برضو سم موجود في الدم وبيقوموا بتدميره. زي ايه؟ ايه الحاجات بقى اللي بتكون موجودة في الدم ومجرد ما بتشوف جسم غريب أو سم بتدمره؟ زي الليسوسومز. الليسوسومز ديت بيقول لك ان هي بتهاجم البكتيريا بتحللها. ماشي. وتاني حاجه انترفيرونز. انترفيرونز دي ما بتهاجمش البكتيريا ولا بتحللها، ولكن هي بتحذر بقيه الخلايا من النوع ده من البكتيريا، فالبكتيريا ما بتعرفش تخش المكان ده. تمام. بعد كده specific or acquired immunity. specific or acquired immunity اللي هو المناعه المكتسبه، اللي هي بتكون متخصصة. ماشي. احنا خدنا النوع الأول اللي هو الداخلية، اللي هي بتكون مولودة مع الإنسان أصلا ما بيكتسبهاش، ولكن ديت بقى دي مناعة الإنسان بيكتسبها مع الوقت. فهنا بيقولك the acquired immune response differs from the innate immune response، ولكن الاستجابة المناعية المكتسبة ديت بتختلف عن الاستجابة المناعية الذاتية. in specificity and memory. في ايه بقى بتختلف عنها؟ في ايه؟ بتختلف في التخصص. ماشي. لان هي بتكون متخصصة بنوع معين من البكتيريا. ماشي. ولكن المناعة التانية الداخلية ما بتكونش متخصصة في نوع معين. and memory اللي هو الذاكرة. يعني ايه؟ بتفضل فاكرة البكتيريا ديت او بتخزن، بيكون عندها خلايا ذاكرة. يعني الخلايا ديت بمجرد ما نفس نوع البكتيريا اللي أصاب الجسم قبل كده بيدخل الجسم، بتبدأ هي بقى تفتكر ان هو ده النوع اللي احنا دمرناه قبل كده، فاحنا هندمره بنفس الطريقة. ماشي. بعد كده the key constituents of a specific immunity are lymphocytes. يعني ايه؟ يعني المفتاح او التركيب المفتاحي او الشيء اللي بتشتغل بيه المناعة المكتسبة ديت هي الخلايا الليمفاوية. ماشي. الخلايا الليمفاوية دي زي خلايا بيتا. ماشي. وخلايا الليمفاوية التائية. ماشي. دي معلش مش خلايا بيتا، دي خلايا البائية. الخلايا البائية اللي هي بيرمز لها ببي، والخلايا التائية اللي بيرمز لها بتي ليمفوسايتس. ماشي. الأنواع إيه هي بقى؟ أنواع المناعة المكتسبة دي. فبيقول لك اول حاجه سيلولار اميونيتي، المناعه الخلويه، دي بتكون عن طريق الخلايا برضه زي ما قلنا. ماشي. والتاني حاجه هيمورال اميونيتي، وديت استجابه مناعيه اللي هي خلطيه. ماشي. هيمورال معناها خلطيه عن طريق الاجسام المضاده يعني. وهناخدهم واحده واحده. اول حاجه سيلولار اميونيتي او المناعه الخلويه، بيقول لك هنا اميونيتي ديو تو اكتيفيتد تي ليمفوسايتس. يعني ايه؟ هي المناعه اللي بيتم تنشيطها عن طريق التي ليمفوسايتس. يعني المناعة دي بتشتغل عن طريق ايه؟ هو هنا بس بيقول لك ايه هو الحاجات اللي بتشغل المناعة دي. فهنا بيقول لك انها بتشتغل عن طريق التي ليمفوسايتس او الخلايا الليمفاوية التائية. ماشي. it is a major defense against virus. بيقول لك ان هو الاستجابة الغالبة ضد الفيروس. يعني الفيروس دايما او في معظم حالات الاصابة بالفيروس بنستجيب بالسيلولار اميونيتي دي او بالخلايا التائية الليمفاوية. ماشي. قلنا مش الفيروس بس بقى، الفيروس والفنجاي. ماشي. عند فيو بكتيريا وبعض البكتيريا زي التبركلوز، اللي هي التي بي دي التبركلوز. يعني it is also responsible for delayed allergic reactions. بيقولك ان هي برضو هي السبب في الحساسية. ماشي. في بعض المواد أو بعض الأشخاص بيكونوا حساسين ضد بعض المواد، والحساسية دي بتكون بسبب المناعة. يعني أي استجابة مناعية بتحصل، أي استجابة حساسية بتحصل لأي حد بتكون بسبب المناعة بتاعته. ماشي. and rejection of transplants of foreign tissues. يعني إيه؟ يعني برضو عمليات زرع الأعضاء ديت أوقات بتفشل بسبب إيه؟ بسبب ان مثلا حد هيزرع كبد مثلا. ماشي. او هينقل كلية. ماشي. لو حد هيزرع كبد من حد تاني
المفروض ان العمليه دي بتتم تحت ظروف خاصه بيوقفوا فيها اليات المناعه، لان الكبد اللي هندخله في جسم الشخص ده هيكون مش بتاعه، ماشي. فالجسم مش متعود عليه وبيحلله على اساس ان هو جسم غريب دخل لجسم الانسان ده، فبيبدأ يهاجمه، ماشي. فلو ما وقفناش المناعة أثناء العملية دي أو لفترة معينة، العملية دي هتفشل ومش هينفع نزرع لأي حد أي عضو، ماشي. بعد كده النوع التاني هيومرال immunity أو المناعة الخلطية، ودي بتكون المناعة عن طريق الأجسام المضادة، ماشي. is the immunity due to antibodies أو المناعة اللي بتكون بسبب الأجسام المضادة، زي جاما جلوبولينز، ماشي. produced by beta lymphocytes. يعني ايه؟ بيقول لك ان الاجسام المضاده دي بتنتج عن طريق خلايا بيتا او الخلايا الليمفاويه البائيه، معلش مش بيتا خالص، انا بتلخبط بقول بيتا. بتتم عن طريق الخلايا الليمفاويه البائيه. It is a major defense against bacterial infection. يعني ايه؟ بيقول لك ان التكنيك دوت بيكون فعال ضد البكتيريا، ماشي. يبقى لو قال لك ايه هو الاسلوب المناعي الفعال ضد الفيروس او الفنجاي، هيكون السيلولار اميونيتي او المناعه الخلويه، ماشي. واللي هي بتكون عن طريق التيلينفوسايتس، ما تنساش، ماشي. بعد كده لو قال لك ايه هي الاستجابه المناعيه الفعاله ضد البكتيريا، فهنا هتكون الخلايا الاستجابه الهيومورال اميونيتي او المناعه الخلطيه، اللي هي بتكون عن طريق الانتي بوديز او الاجسام المضاده، ماشي. وطبعا الاجسام المضاده دي بيتم انتاجها عن طريق الخلايا البائيه الليمفاويه. بعد كده clinical manifestations of inflammation. يعني ايه هي الاعراض اللي بتظهر على حد عنده inflammation او عنده تورم؟ ايه هي الاعراض يعني اللي بتظهر عشان نقول ان ده تورم، ماشي. عندنا نوعين من الاعراض، هي local response او الاستجابه المحليه، دي بتكون في نفس مكان الجرح يعني او الاصابه. والسيستميك ريسبونس ديت بقى بتكون في مكان ما وبتظهر في مكان تاني خالص، ماشي. هناخد واحده واحده برضو. اول حاجه اللوكال مانيفستيشنز او الأعراض المحلية أو زي كده ما بتقول كده في نفس مكان الإصابة، ماشي. فهنا بيقول لك الموضعية، تمام، تنفع كلمة موضعية، يعني هي الأعراض الموضعية، ماشي، اللي بتظهر في موضع الإصابة بالظبط. فبيقول لك بتظهر أول حاجة ريدنس، اللي هو احمرار المكان ده، وده بسبب هايبريميا طبعا. الاحمرار زي ما ظاهر في الصورة هنا كده، الإحمرار اللي موجود عند دراع الشخص ده بيكون بسبب زيادة الدم يعني في المكان ده، ماشي. وهي طبعا بسبب البي دي. بعد كده هيت، بيقولك إن المكان اللي بيكون فيه انفلاميشن ده أو فيه تورم بيكون فيه درجة حرارته أعلى من بقية الجسم، يعني بيقولك increased metabolism at inflammatory site. إيه سبب درجة الحرارة المرتفعة بقى في مكان التورم ده؟ ده بسبب إن الميتابوليزم في المكان ده بيكون شغال بدرجة عالية جدا علشان الحتة دي مصابة، ماشي. بعد كده بيقولك طبعا بتشعر بألم في المكان ده اللي بيكون متورم، بيقولك بسبب ايه؟ بسبب تشانج ان بي اتش. يبقى الألم ده بيكون بسبب التغيرات في درجة البي اتش، اللي هي درجة الحمضية ودرجة القاعدية يعني، أو الأيونات، ماشي. nervous stimulation by chemicals. وبرضه التحفيز الكيميائي او التحفيز العصبي عن طريق الكيماويات اللي بتفرز في المكان ده برضه بتسبب ألم في المكان ده. وطبعا بتسبب بريشر او ضغط باي فلويد اكسوديتس. يعني ايه؟ بتسبب برضه ضغط في المكان ده، بتلاقي المكان ده منتفخ جدا بسبب السوائل اللي بتترشح منه، ماشي. بعد كده بقول لك بسبب سويلنج دي يعني ايه؟ يعني بيكون في موجود ميه كتيره او سوائل كتيره تحت الجلد، ماشي. فبقول لك بسبب انتاج السوائل وتراكمها، ماشي. بعد كده loss of function، طبعا بتخسر الوظيفة بتاعة العضو ده بسبب السويلنج اللي هو الوزمة أو الإديمة، ماشي، والألم. بعد كده systemic manifestations of inflammation. إيه هي بقى؟ إحنا قلنا طبعا إن هي local و systemic، ماشي. اللوكال دي اللي هي قلنا بتظهر في نفس مكان الجرح، ودي اللي قلناها وقلنا دي أعراضها اللي هو الإحمرار والحرارة والألم والسويلنج وخسارة الوظيفة بتاعتها، ماشي. تاني نوع عندنا بقى السيستميك مانيفستيشنز اوف انفلاميشن اللي هو الاستجابة النظامية للتورم دي. فدي ما بتكونش في نفس المكان، ماشي، من اسمها كده. فهنا بيقولك ان هي بتكون عبارة عن طريق ايه؟ الليكوسايتز، ماشي. ليكوسايت ليكوسايتوزيس دي اللي هي انتاج كرات الدم البيضاء، ماشي. الانفلاميشن دي بتكون
بسبب كرات الدم البيضاء due to an increase in the circulating number of one or more types of leukocytes. يعني ايه؟ بقول لك ان بتكون بسبب زيادة الدورة الدموية، يعني زيادة عدد كرات الدم البيضاء في الدورة الدموية، سواء كان بقى نوع واحد من الكرات الدم ديت أو أكتر من نوع. ماشي. بعد كده constitutional symptoms أو أعراض ثابتة، أعراض بتفضل موجودة يعني such as malaise. ماشي. ماليزيا اللي هي حمى تقريبا، ونوزيا اللي هو الغثيان، وانوركسيا فقدان الشهية، والفتيج التعب. ماشي. فدي كلها أعراض من الأعراض اللي بتظهر على شخص عنده عدوى. ماشي. اللي هو بيكون عنده حمى وفي نفس الوقت غثيان دايخ يعني، وعنده فقدان للشهية وتعبان. ماشي. the cause of this systemic changes are poorly understood but are probably due to complement activation and the release of cytokines from stimulated WBCs. يعني ايه؟ بيقولك ان السبب في الاعراض بتاعه الحمى والغثيان والتعب دي ما بتكونش مفهومة، ولكن هو احنا عندنا احتمال ان هي تكون بسبب زيادة خلايا السيتوكاينيز ديت، اللي هي بيتم تحفيزها عن طريق كرات الدم البيضاء. ماشي. وطبعا العوامل اللي هي ال 1L1 ديت و 1IL6 and TNF دوت. ماشي. are three important cytokines in causing the constituent manifestation of inflammation. يعني كل ديت هي أسباب من الأسباب اللي بتظهر اللي بتظهر أعراض التعب على واحد عنده inflammation. ماشي. وطبعا عندنا الفيفر اللي هي الحمى، دي برضو من الأعراض اللي بتظهر عند حد مصاب. ماشي. مصاب بعدوى مثلا. هنا بقى ده الفيفر بيقولك، أو تعريف الفيفر هنا the onset of fever is triggered by the release of cytokines. يعني بيقولك إن الحمى دي بتكون بسبب زيادة خلايا السيتوكاينيز. ماشي. ماينلي. وطبعا الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها فوق ديت. بعد كده initial metabolic changes in the temperature. بيقولك طبعا إن الحمى زي ما احنا عارفين أو الفيفر بتغير درجة حرارة الجسم. ماشي. بيكون الإنسان درجة حرارته عالية جدا. ماشي. وده بيكون بسبب خلل في regulation center myosynthesis of BGE2. ماشي. act directly to increase the thermometric set point. يعني ايه؟ بيقولك ان مركز تنظيم الحرارة دوت بيعمل اساسا بسبب تصنيع العامل دوت اللي هو البي جي اي 2، وده بيشتغل مباشرة على زيادة درجة حرارة الجسم. ماشي. فهنا بيقول لك ان الهايبوثالاموس اكتيفيتس ذا سمباثيك اوتونوميك نيرفو سيستم. يعني بيقول لك ان الهايبوثالاموس دي منطقة بتكون موجودة في الدماغ، يعني هي بتنشط لك الجهاز العصبي السمبثاوي. ماشي. ودوت بسبب طبعا زيادة في درجة الحرارة بتاعة الجسم. ماشي. ممكن نسميها مراحل. ايه هي ستيجز اوف فيفر ديت؟ اللي هو ايه هي stages of fever، اللي هو ايه هي مراحل او درجات الحمى. ماشي. اول حاجه برودوما، دي بتكون عباره عن ايه؟ برودروما دي بتكون عباره عن هيداتاتش. يعني بيكون في المرحله دي من الحمى بيكون في صداع، فتيج اللي هو تعب وحمى. ماشي. وماسل اتشز. ماشي. بعد كده تاني نوع اللي هو او تاني ستيج. ماشي. او مرحله اللي هو التشيل ده بيقولك ايه؟ بيقولك عباره عن ايه؟ عباره عن ستارت ويز بيل سكين، بتبدا بشحوب الجلد. ماشي. جوز بيمبلز فيلينج كولد، والشعور بالبرد. ماشي. وجنرالايزد شيفرينج، وبرضه ارتعاش في الجسم. ماشي. ودوت آه، بيكون بسبب يعني الارتعاش في الجسم ده طبعا بسبب بسبب شعوره بالبرد. بعد كده فلاش ده اللي هو عبارة عن زي ما انت شايف كده في الصورة دي. ماشي. الفلاش دوت اللي هو عبارة عن احمرار الوجه بتوهج. ماشي. بسبب الفيدي leading to sensation of warmth and flushing of skin. وده طبعا او التوهج ده او الاحمرار ده بيكون بيسبب شعور بالدفء في المنطقة المحمرة دي، بسبب توهج في الجلد. بس كده نبقى خلصنا الحمد لله المحاضرة التانية. هو ده مش ترتيبها في الكتاب، ولكن هو ده الترتيب اللي احنا شغالين بيه مع الدكتورة، او اللي الدكتورة شغالة معانا بيه. بس كده. اتمنى بقى
أتمنى يكون الشرح مفيد وعجبكم، ويا ريت اللي يوصل للنقطة ديت. احنا دلوقتي في مراحل سيئة جدا في تاريخ فلسطين. أتمنى اللي يوصل للحتة ديت يدعو لفلسطين من كل قلبه بجد، ويكتب في التعليق دعوة كويسة، في التعليقات دعوة كويسة لفلسطين، علشان حتى ده واجب علينا، وفي نفس الوقت عشان أعرف الناس اللي بتوصل لآخر الفيديو. السلام عليكم.